السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبتدي حبيبي بالصلاة على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بداية حبيبي، بعد ما عطرنا بقنا بالصلاة على النبي، كل عام وأنتم طيبين والأمة الإسلامية كلها بخير بإذن الله. حبايبي، امبارح بالأمس طلع علينا إعلامي. تمام. طبعا الإعلامي ده بيقول عن نفسه نجم الجماهير والأسطورة وحاجات كتير يعني، ونجم النجوم، وإنه راجل صحفي خريج صحافة، يعني بيقول لك 36 سنة بالمهنة دي على راسي. تاريخك ده، مجهودك ده محدش ينكره. ربنا يديلك الصحة وربنا يديلك العافية. تمام. طلع علينا بقى في أزمة طبعا مصر كلها عارفاها بين إمام عاشور والنادي الأهلي. طبعا بداية حبايبي، عشان ما نطلعش بره الموضوع، احنا لما كنا نقول الاهلي اخذ امام عاشور من الزمالك، انتوا بتوع الاهلي كلهم يقول لك لا، ده احنا ماخدينه من الدنمارك. يعني كان كوبري. الكبائر اللي هي معروفه بتاعت الاهلي، اسلام الشاطر وكده يعني. تمام. فكنتوا تقولوا ايه؟ انه امام خدناه من الدنمارك، ما خدناهوش من الزمالك. تمام. رقم واحد، امام ده طالع من عندنا وهو لاعب رقم واحد بمصر. ده رقم واحد محدش يختلف عليها. يطلع علينا الاستاذ ابو المعاطي زكي يقول لك اصل الزمالك ما عرفش يربي. انا هسمعك دلوقتي، انا هسمعك. هو بيقول ايه؟ يقول لك الزمالك ما عرفش يربي. طب الازمه دي اولا بين امام عاشور والنادي، فانت حر تنتقد بامام عاشور، تقول عليه زي ما تقول، انت حر. تمام. انتقد لاعب، اه انتقد اداره، انتقد مدرب. انا معاك، بننتقد اي مدرب، اي لاعب مش كويس، اداؤه وحش، بننتقد مدرب، التكتيك بتاعه مش، كل ده من ضمن الكورة ده. فالاختلاف بالرأي لا يفسد للود قضية. دي حاجة عادي يعني، حاجة إيجابية يعني. فطبعا أبو المعاطي زكي قال لك إن الزمالك ما عرفش يربي. أنا بقول لك بقى نجم النجوم، خد مني أنا بقى، اسمع مني. هدي لك أرقام وهدي لك حاجات أمثلة كده، يا ريت تحطها بعقلك كويس. الزمالك ده مؤسسة وكيان عمره 115 سنة. أبيت أم رضيت أنت وأي واحد وأفريقيا وأي حد بالعالم، الزمالك مؤسسة وكيان عمره 115 سنة. الزمالك ده خرج نجوم انت وغيرك ما يعرفش يسلم عليها، ما يعرفش يسلم عليها. الزمالك ده خرج يحيى امام، خرج حماده امام، خرج طه بصري، خرج حازم امام. عد مين ولا مين؟ فاروق جعفر، المعلم حسن شحاته. تلت القاب باسمه، تلت القاب باسم المعلم حسن شحاته. فطبعا ايه، انا مش عاوز انا جمال عبد الحميد واقول لك مين ومين ومين ومين، اعد مين ولا مين، اساطير، وعبد الحليم علي، عشان ما حدش يزعل مني، بالزمالك، وجمال حمزه وشيكابالا، نجوم نجوم الزمالك. نقول ايه؟ ده زمالك يعني. لما تيجي تقول اسمه لوحده مرعب. الزمالك، اسم الزمالك مرعب، يجيب لك رهبه كده. بص يا كابتن بقى، انتقد لاعب حقك، تنتقد مدرب حقك، تنتقد اداره حقك. انا بنتقد اداره الزمالك وبهاجم اداره الزمالك، وانا زملكاوي صميم من سنه 79 يا معلم، من سنه 79 وانا بشجع الزمالك. الزمالك ده بدمي. انا كنت عيل بالاردن
واروح اشتري الجوانين عشان اجيب اخبار الزمالك بس ومارادونا، عشان اتابع الاتنين دول. كانت حياتي بس عشق الزمالك ومارادونا. والواحد لو كمل بالكورة الحمد لله، بس الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر. فيا كابتن، يا نجم النجوم يا نجم، اما تيجي تنتقد، قلنا لك انتقد لاعب مدرب، لكن كيان لا. لا انت ولا غيرك اسمح له. انا عن نفسي انا بسجل بموبايل، لا باستديوهات، ولا بعرف اعمل شير واعمل لايك وصلي على الحبيب ودوس لايك. انا بعرفش الكلام ده، بعرفش اعمل زيكم كده. تمام. لانه هو المستمع لوحده مش عاوز حد يقول له دوس لايك وشير وهو عارف بيروح فين. اللي عاوز حاجه حلوه بروح لها، اللي عاوز حاجه حلوه بروح لها. فطبعا يا صاحبي اما تنتقد الزمالك، اعتقد دي كبيره عليك، فلتت منك. انا هسالك سؤال بسيط كده، بالله عليك، بالله عليك، والسؤال ده مش ليك بس، والإعلاميين مصر كلهم. أنا كنت ضد إدارة المستشار مرتضى منصور بالزمالك. تخيل، قسما بربي، لو المستشار مرتضى منصور لسه برئاسة نادي الزمالك، لا أنت ولا غيرك يقدر يقول كلمة زي دي. عارف ليه؟ أنت عارف، هيمسح فيك وبلاط الاستوديوهات كلها، وممكن يقعدك بالبيت. انتوا عارفين بقى المستشار مرتضى ياما قعد ناس بالبيوت وانت عارفهم حبايبك. تمام. وما يقول لك قعدك في البيت يقعدك. ما كنتوش تستاهلوا تجيبوا سيره الزمالك. اما كانت تيجي سيره الزمالك تلفوا الناحيه التانيه. يا اخي انتقد لاعب ماشي، انا اعلمك حاجه بقى، وهدي لك امثله كتير بعد ما اسمع ايه. ادي لك الامثله بالاول وبعد كده اسمعك اللي انت بتقوله عن الزمالك، واسمع الناس، والناس تكتب بالتعليقات لو انا غلط ولا انا راجل منفعل عشان الزمالك ولا بقول الحق. يا اخي ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه بالقران؟ ان الصلاه على المؤمنين كانت كتابا موقوتا. صح. طيب، لو العبد ما صلاش يبقى العيب بربنا ولا بالعبد؟ بالعبد. بالعبد. اديني منظومة على مستوى العالم، منظومة كاملة، منظومة تكون كاملة. ما احنا بنقول الأهلي أحسن مؤسسة رياضية بالوطن العربي، مش بمصر بس، بالوطن العربي وبأفريقيا. أنا كزملكاوي بقول لك كده، ولو أي زملكاوي يقول لك غير كده ده يبقى جاحد. ليه؟ لأنه عندنا سوء إدارة، بس احنا عندنا لعيبة تلعب بعقلها مش برجليها. الزمالك مدرسة مواهب، مدرسة فن وهندسة. تمام. فيا صاحبي، عشان ما اطولش على الناس، بما انك اتطولت على كيان اسمه نادي الزمالك، انا هرد عليك بالادب وهرد عليك بمنتهى الاحترام. ادي لك ارقام. يا اخي انت صارف فوق 2 مليار دلوقتي، 2 مليار جنيه صفقات وكذا يا راجل احنا علينا 10 وقف قيد، 10 قضايا وقف قيد. بص على ترتيب الدوري كده، بص على جدول الدوري، بص على جدول الدوري، بص على الكابتن معتمد جمال ربنا يديله صحة عمل ايه. شوية عيال طلعهم كده عشان تزوق الفرقة. بص على أداء الزمالك قدام بتروجيت، وبص على أداء الأهلي. احنا كسبانين 2-0 ومضيعين 7 8 جوال كمان، واتحرمنا انه ادم كايد ده ياخد جائزة بوشكاش. النصيب معلش ملوش فيها نصيب ادم كايد، مع ان كانت هتفرحه وتفرح الشعب الفلسطيني كله. فصاحبي، انت بتتكلم عن الزمالك، اتكلم عن لاعب، اتكلم انتقد لاعب، تنتقد مدرب، تنتقد ايه. اما تنتقد الكيان لا، اوقف لغايه هنا اوقف. ويا ريت حد كبير بالاهلي، حد كبير كده بالاهلي عاقل، في نجوم كتير بالاهلي عاقله، اتعرفوا ايه يعني زمالك. تعرفوا ابو المعاطي زكي، الاستاذ ابو المعاطي زكي نجم الجماهير، تعرفوا ايه زمالك.
يا ريت حد كبير بالاهلي يفهمه ايه الزمالك. يا كابتن ابو المعاطي، قلنا لك انت صارف كام واحنا عندنا وقفة كام، والدوري بينا اهو، والملعب اللي يحكم. تمام. اديني انت بقى، هات لي لاعب قول لي ده ابن الاهلي. يا راجل انتوا فرقتوا عن الزمالك، ده تاريخ ما يكذبش. احنا ب 2002 واخدين افضل نادي بالعالم. برشلونة التاني، احنا الاول 7 بطولات وبرشلونة 6 بطولات. ده الفيفا اللي بتقول، مش انا، مش كلامي يعني، انا بكلمك. يا اخي اقف عند 2003 كده، شوف انتوا عندكم كم بطولة افريقيا وكم كاس افريقيا وكم دوري وكم كاس، وعد لعند 2003 وبص فرقت معاك بلعيبة مين؟ بلعيبة الاسماعيلي والكابتن ونجم النجوم الكابتن محمد ابو تريكة. ده اللي فرقت معاكم الدنيا. هاصت. يابا انتوا ناس ربنا يزيدكم ويبارك فيكم، معاكم فلوس تشتروا لعيبه حقكم. حقكم، محدش يقول لكم لا، اشتروا اللي انتوا عاوزينه. اما زيزو جه عندكم، زيزو ده جالكوا احسن لاعب في مصر، كان هداف دوري. اسال الاهلاويه، اسال الاهلاويه ما تسالش الزملكاويه، هل زيزو المستوى ده اللي كان مع الزمالك؟ الاجابه عند جماهير الاهلي. لو انا بتكلم غلط، الناس بتعرف ترد، ليها لسان وبتعرف تكتب وبتعرف تعلق وتقول ايه. فكابتن ابو المعاطي، احذر نادي الزمالك، خليك بالاهلي. حتى انت ما يطلعلكش انك تتكلم عن الاهلي، عن المؤسسه بتاعت الاهلي، تنتقد اشخاص ماشي. انا ما يطلعليش انتقد النادي الاهلي. انا انتقد النادي الاهلي، انتقد بايه؟ ما انتقدش مؤسسه، انتقد افراد، انتقد مدرب، انتقد لاعب. حق اي لاعب، حق الجماهير كلها ده، ده حق الجماهير كلها. ما دام انت قبلت انك تحط نفسك بالمجال ده، لازم تاخد اراء الناس مش الناس كلها مش على هواك. الناس كلها مش اراء على هواك. تمام يا صاحبي؟ فحبيب اخوك انا بقول لك ايه، سيب الزمالك بحاله وسيبوا الزمالك بمشاكله. تمام. خليكم مركزين. إيه، وما قلت لك، ضربت لك المثال وقلت جبت لك الايه الكريمه. تمام. ما طلع عندكم ابراهيم سعيد وولادكم ده، صالح جمعه ده ابنكم، يا ما طلع ويا ما طلع عندنا كمان. فيبقى العيب مش بالمؤسسه. قلت لك العبد لو ما صلاش يبقى العيب بالعبد، مش العيب برب العالمين. فيبقى لو في واحد فشل بالنادي، مش الفشل بالنادي، الفشل بالانسان ده. تقول الزمالك ما عرفش ربي؟ يا راجل الزمالك عدل لك نجوم مين ومين 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 يا راجل. يا راجل اساطير، يا راجل اساطير، يا راجل اساطير. بقول لك انت ما كنتش عارف تسلم عليها، لا انت ولا انا ولا غيرك. اساطير. يا عم في حد كبير بالاهلي يفهمه، يقول له عيب كده، عيب وربنا. يا راجل لو سالت اي اهلاوي مش هيقول لك عيب اما تيجي تقول على نادي الزمالك ما عرفش ربي. يا راجل الزمالك، يا راجل ده اللعيبه الوحيدين بتاريخهم الكروي مش ماخدين بطاقه صفراء من عندنا من الزمالك. اتنين، حماده امام الله يرحمه، والكابتن طه بسر الله يرحمه. طه بسر وحماده امام الله يرحمهم الاتنين، بالايام المفترجه يا رب. ويشفي الكابتن حسن شحاته يا رب العالمين. يا اخي عيب يا اخي، يا راجل عيب. انت بكلمه كده يا راجل انتقد، قلنا لك انتقد. يا راجل انت صحفي، بتقول عن نفسك صحفي. يا راجل بتقول انتوا عشان تركبوا الترند يعني؟ يعني انتوا مثلا بتقولوا كده عشان تركب الترند؟ ما الاستوديوهات كلها تشغل امام عاشور، امام عاشور زي عادل امام ربنا يشفيه. قال لك ايه الدليل؟ قالوا له قالوا له قالوا له. مع عبد الحليم حافظ طول عمره بيقول قالوا له. يا راجل في ايه يا راجل مالكم؟ يا راجل ما تعالوا يا راجل. ما فيش اعلام رياضي بمصر يا راجل. يا راجل بيراميدز ده كان محط ببطولة الانتر كونتيننتال، ما فيش في التلفزيون اعلان يا راجل، ما حدش جاب سيرته بالماتش. انتوا كسبتوا العين الاماراتي، قعدت اسبوع مصر تحتفل الاهلي الاهلي. يا عم ماشي، واحنا ما كنا مبسوطين وخسرانين العين الاماراتي؟ يا حبيبي انصفوا. يا اخي حكمتم بين الناس واحكموا بالعدل. انا دلوقتي لو لاعب غلط بالاهلي
انا نسيت اسمعكم بقول ايه يا جدعان، والله العظيم نسيت، انا اسف. خد يا عم عشان ما تقولوش ان انا ايه راجل بفتري عليه. عملوا له حاجه ما عملوش حاجه، ليه؟ ده الفرق بين الاهلي اسمع. والزمالك. ده الفارق. مش هقعد انا دكه لمحمد صبحي. يا دي عواد اقعد دكه، اسمع. لا مش هقعد دكه. يا دي عواد ربنا يهديك اقعد دكه لاخوك محمد صبحي يا ولا. لا مش هقعد دكه. يا واد هتبقى بره القائمه. قال لك ايه يعني ما ابقى بره القائمه؟ ايه القضيه يعني؟ ما ابقى بره القائمه. يا ولا هتمشي بالزمالك؟ لا مش همشي بالزمالك، امشي بمزاجي وامشي على مزاجي وامشي على هواي. ده اللي يحصل في الزمالك. فاذا كان بعض الزملكاويه بيبقوا شمتانين، فهم شمتانين في لاعب ما عرفوش ياسسوه صح ولا يربوه صح ولا يعقلوه صح. والتربيه مش معناها سلوكيات اخلاقيه بس، لا. تربيه هي تربيه الاحتراف، العقليه الاحترافيه. تعرف ايه اللي ليك وايه اللي عليك. طبعا كلنا سمعتوا اهو تربيه، وبعد كده ايه جه يعدلها وقال لك تربيه. يا راجل، يا راجل، ده احنا مطلعين اشرف قاسم، الكابتن اشرف قاسم ربنا يديله الصحه ويشفيه ويعافيه. يا راجل شرف الكره المصريه بالهلال السعودي، اول لاعب مصري شرف الكره المصريه بالسعوديه، البرنس اشرف قاسم. يا راجل ميدو ده كان مكسر الدوريات باوروبا. عمرو زكي يا راجل، يا راجل دول اولادنا، احنا اللي مخرجينهم، ما عرفناش نربي والتربيه الاخلاقيه والرياضيه. يا راجل ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ ده كلام يعقل ده؟ رجاء، رجاء، زي ما بندي نادي الاهلي حقه وبندي اي حق حقه، يا ريت حد كبير من الاهلي يقول لو المعاطي زكي واللي زيه، مش ابو المعاطي زكي بس لوحده، عيب كده، عيب اما تحط بحق مؤسسه زي نادي الزمالك. فاهم يا حبيب اخوك؟ انا عندي استعداد اقعد مع يا راجل، يا راجل ده انت كنت قاعد مع ميدو بالبوديكاست، تقدر تقول الكلام ده لميدو؟ كنت بالبوديكاست تقدر، تقدر كنت تقول لميدو الكلمه دي؟ يا راجل ميدو ده مش ابن الزمالك؟ ده انت نفسك بتقول لما كنت عيان ميدو عمل لقطه الجدعنه دي، مع ان انا مش على اتفاق مع الكابتن ميدو يعني، ما بطبلش لحد، ولا على اتفاق مع الكابتن المستشار مرتضى منصور، تمام؟ يعني ده ابن الزمالك اللي قعدت تقول عليه جدع وتقول عليه وعليه وتقول وتقول وتعيد بالبودكاست بتاعك. اسالك بالله كنت تقدر تقول لميدو كده؟ انت عارف كان ايه اللي هيحصل؟ كان ممكن الكابتن ميدو كسر لك السماعات اللي انت بتسجل فيهم وكسر الاستوديو ومشى، والله يعملها، اقسم بالله الكابتن ميدو يعملها، على قد ما هو لكن ابن الزمالك زملكاوي، تمام؟ يا راجل ايه الكلام اللي بتعقه كده؟ هو عشان الترند مثلا؟ عشان تركب الترند؟ اركب الترند يا عم، حقك. شوف الناس بالتعليقات كاتبه لك ايه يا راجل. يا راجل كل شويه كل ما تتكلم كلمتين تقول صلي على النبي وشير ولايك وصلي على الحبيب، اللهم صل على سيدنا محمد كل وقت وحين يا راجل، اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. وبعد كده نبتدي بقى نعك على الناس؟ عيب، عيب، والله عيب. ويا ريت حد كبير بالاهلي يعرفوا ايه الزمالك، ايه مدرسه الفن والهندسه، ايه مدرسه حسن شحاته وفاروق جعفر، ايه مدرسه يحيى امام وحازم امام وحماده امام، ايه مدرسه عبد الحليم علي، ايه مدرسه جمال عبد الحميد، ايه مدرسة ايمن منصور. يا راجل مهاجم مصر الاول ده، مدرب منتخب مصر الاول ده حسام حسن اللي هو نجم النجوم، كان مهاجم كاسر. اما سألوه قال لك مين اللي استفدت منهم؟ قال لك استفدت من الكابتن، النجوم اللي لعب جنبيها حسام حسن. قال لك استفدت من الكابتن جمال عبد الحميد ومن الكابتن ايمن منصور. احنا بعصر السوشيال ميديا دلوقتي، كله مسجل، كله تواريخ. انا لو بعرف امنتج فيديوهات وزيكم كده يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، كله صوت صورة وارقام. انا بقول لك ارقام، زي ما انا بحترم الاهلي وجماهير الزمالك، واي حد ما يقولش الاهلي انجح مؤسسة بالوطن العربي وبافريقيا يبقى انسان جاحد، يبقى تحترم الزمالك.
يبقى تحترم الزمالك وتاريخه. عيب يا كابتن ابو المعاطي، خليك ناقد. في فرق بين النقد والإهانة، في فرق بين النقد والإهانة. وأقول لك إيه بالنهاية؟ ونقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد، وكل عام وانتم طيبين، والسلام يا نجم.